اهلا وسهلا بيكم في مطبخ للاكل اصول. النهارده هنعمل مع بعض الجبنه القريش وزبده ولبن سلطه، كل ده ب3 كيلو لبن بس. لو اول مره تشوفوا فيها القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. معانا هنا 3 كيلو لبن كامل الدسم، يستحسن تكوني جايباه من مكان موثوق فيه. هندفيه على النار لحد ما يكون حرارته عامله زي دمعه العين بالظبط، وبحيث انك لو حطيتي نقطة منه على ظهر ايدك تقدري تستحمليها عادي. هنجيب طاجن ونكون مدفيينه ونحط فيه كمية اللبن اللي احنا هنستخدمها. احنا هنا هنستخدم 3 كيلو لبن، ممكن تستخدمي كمية اقل او اكتر على حسب انتي عاوزة تعملي قد ايه. لو ما عندكيش طاجن كبير يستحمل الكمية كلها، ممكن تقسمي الكمية دي على اكتر من طاجن. بعد ما دفينا اللبن وحطيناه في الطاجن اللي هو برضو دافي، هنحط عليه استرتش او كيس بلاستيك، هنغطيه بأي غطا ونحط عليه فوطة ونحطه في مكان دافي. مش هنفتح عليه قبل 12 ساعة، معانا الرينج بتاعه من 12 ساعة ل3 ايام. يكون احسن لو حطيتي الطاجن ده بعد ما غطيتيه وحطيتيه بالفوطة في مكان دافي بيتعرض لحرارة كتير زي المطبخ. هنحط باقي الكمية في طاجن صغير ونفس الفكرة، مش هنفتح عليه قبل 12 ساعة، ومعانا لحد 3 ايام. دلوقتي هنفتح عليها بعد ما عدى يومين على تخميرها. هنبدأ ناخد كمية القشطة اللي موجودة على الوش كلها. كمية القشطة اللي هنلمها من وش الطاجن، سواء الطاجن الكبير او الطاجن الصغير، هي اللي هنستخدمها عشان نعمل بيها الزبدة. هنجيب حصيرة علشان نصفي بيها الجبنة القريش، ونحط تحتيها صاجة عشان تاخد المية اللي هتنزل منها او الشرش. هنبدأ نحط الجبنة جوه الحصيرة بعد ما شلنا القشطة من على وش الطاجن. هنقلب فيها شوية ونفردها ونجمعها علشان ننزل اكبر قدر ممكن من الشرش. لو ما عندكيش الحصيرة دي ممكن تستخدمي مصفى عادي وتحطي فيها شاشة وتفضيها زي ما عملنا بالظبط في طريقة الجبنة التلاجة. بعد كده هنسيبها تصفي حوالي ربع ساعة. بعد ما عدى ربع ساعة هنرجع ونفتح عليها. ودلوقتي مرحلة تظبيط شكلها هيكون عامل ازاي، تظبطي الحواف بتاعتها علشان الشكل النهائي يكون مظبوط ومفيهوش هادر من الحواف، وبرده الخطوط بتاعتها تتأكدي ان هي مظبوطة كويس. هنسيبها لمدة 12 ساعة من غير ما تتحرك، تكون متعلقة في مكان. دلوقتي هنجهز الزبدة. هناخد القشطة اللي طلعناها وهنحط عليها كوباية مية ساقعة جدا ونضربهم مع بعض في الخلاط. بعد ما ضربناها في الخلاط هنحطها في طبق ونبدأ بعديها نجمع كرات من الزبدة. بعد ما جمعنا الزبدة هنحتاج دلوقتي بس نظبط شكلها النهائي علشان ما تكونش مبصمة او واخدة شكل مش لطيف. ممكن تجمعيها وتظبطي شكلها باللبن اللي طلع منها، وهي كده خلاص جاهزة للاستخدام. معانا هنا الشرش اللي طلع من الزبدة، وهنجيب كمان الشرش اللي طلع من الجبنة تحت الحصيرة. هنصفيهم مع بعض بشاشة او قماشة تكوني مخصصاها للجبنة بس. المية اللي هتنزل منها او الحاجة اللي هتنزل منها هتكون زي الشرش برضو، هنستخدمه في المخبوزات. واللي هيتبقى جوه الشاشة هيكون لبن سلطة. بعد ما عدى 12 ساعة على الجبنة وهي بتتصفى جوه الحصيرة، هناخدها وهتكون تماسكت زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نقطعها قطع متوسطة او على حسب ما انتي عاوزاها تكون القطع بتاعتها شكلها عامل ازاي. هي لحد دلوقتي ما ضفنالهاش اي ملح، فلو عاوزاها تكون زي ما هي من غير ملح خالص خلاص استخدميها. ولو عاوزة تزودي ملح عليها فهنجيب طبق ونحط فيه رشة ملح، ونحط الجبنة ونحط فوق الجبنة برضو رشة ملح. وبعد كده هنحفظها في مية الشرش بتاعتها بعد ما حطينا ملح تحت الجبنة وفوقيها. دلوقتي معانا خيارات استخدام 3 كيلو لبن. عملنا كيلو جبنة قريش و200 جرام من الزبدة وكمية لا بأس بها من لبن السلطة. هي كانت كمية اكبر من كده بس احنا استخدمناه في فطار النهاردة. لبن السلطة ممكن تستخدميه زي ما هو لما طلع من الشاشة او تحطي عليه ميكس من التوابل مع الطماطم. علشان نحفظ الجبنة هنجيب طبق بايركس ونحط فيه الجبنة ونحط فوقيها مية الشرش اللي متبقية معانا.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل الجديد، واستنونا في وصفات كتير، وباي باي.